قنوات ثمانية اليوم تعلن عن تفاصيل مهمة جدًا في تجربتها لنقل البطولات السعودية في الموسم الرياضي. التجربة المجانية بتكون على أي ريسيفر، ما يحتاج ريسيفر خاص، على قنوات بجودة عالية عن طريق قمر عربسات، نايلسات. الدقة راح تكون عالية لكن بدون أي مميزة من المميزات اللي بتكون في التجربة المدفوعة. باذكر لكم الحين أهم المميزات اللي تميزوا فيها ثمانية لنقل دورينا الموسم الجاي. 50 إطار في الثانية. شاهد كان تقريبًا 25 إطار في الثانية، لكن الحين تقريبًا الضعف بنشوفها مع 8 بنشوف سلاسة أكثر في التصوير، بنشوف حد أدنى من الإعلانات عكس اللي كنا نشوفه في الناقل اللي قبل 8. كنا نشوف إعلانات حتى قبل المباراة وحتى بعد المباراة حتى بين الشوطين، الاستوديو اللي بين الشوطين كان يدوب بالتحليل تقريبًا دقيقة أو أقل من دقيقة، باقي الوقت كله كان عبارة عن إعلانات. الاستوديو التحليلي بيكون حصري على الباقة المدفوعة، والقنوات المجانية راح يكون فيها بث عالي الجودة وبس. وفي ميزة ثانية اللي هي الحساب نفسه إذا تشغّل جهازين بنفس الحساب، يعني مثلًا عندك أيباد أو تلفزيون تقدر تشغّل المباراة على الأيباد على التلفزيون في نفس الوقت. من أهم المميزات اللي هي تقنية الHDR، تقنية الHDR تعطي الألوان في التلفزيون عندك في الشاشة ألوان طبيعية واقعية وتكون زاهية. حتى beIN Sports ما عنده تقنية الHDR، والمميزة اللي ما عمري شفتها لا على beIN ولا على أي قناة سواء سكاي والّا أي قناة أجنبية، اللي هي تقدر ترفع صوت المعلق وترخّي صوت الجمهور أو العكس، تقدر تتحكم بزاوية التصوير أو زوايا تصوير محددة من خلال التطبيق نفسه. يعني أنت المخرج، أنت قاعد تخرج المباراة بالطريقة اللي أنت تحبها من نفس التطبيق. وللعلم بعض المميزات راح تكون قبل 26، يعني ممكن أول 6 شهور في الدوري في مميزات ما راح نشوفها، تجي تدريجيًا بس كلها قبل عام 2026 بإذن الله. في النهاية 8 واعدة جدًا، أتمنى لهم التوفيق والنجاح. دورينا يستاهل تقنيات على أعلى جودة ونقل على أعلى جودة، أتمنى أنهم يتوفقون وينقلون الدوري زي ما كلنا نتمنى من زمان ناقل يستحق ينقل الدوري السعودي.